بهدف التكفل الأمثل بساكنة المناطق النائية، استفادت كل من منطقتي حاسي الحجار والسهلة الغربية بولاية إن صالح من ملحقة إدارية لتقريب الإدارة من المواطن وتحسين الخدمة العمومية، لتنتهي معها معاناة المواطنين الذين كانوا يتكبدون عناء التنقل من وإلى الولاية. أحمد بن مسعود. عبد الباسط أحد قاطني التجمع السكاني بالسهل الغربية، اليوم تنتهي معاناته اليومية مع التنقل لمسافة تزيد عن 15 كيلومتر من أجل الحصول على وثيقة. إن هذا المكسب لمكسب عظيم للسائلة التحتانية، ويوفر قليلا من الجهد وهذا في إطار تقريب الإدارة من المواطن، ما يسهل على المواطن عناء التنقل إلى البلدية عين صاد. ونتمنى من الله سبحانه تبارك وتعالى أن يكون من بعد هذا الملحق فرع بريد. وكما تعلمون كنا في هذه القرية نعاني عناء التنقل إلى الولاية الأصلية ولاية عين صالح التي تبعد عن القرية 15 كيلومتر، كنا نعاني والآن الحمد لله نسمن هذا الصرح الجديد، نتمنى توفيق السداد للعاملين به. وفي إطار سياسة تقريب الإدارة من المواطن وتحسين الخدمة العمومية، تم وضع حيز الخدمة ملحقة بلدية لكل من التجمع السكاني حاسي الأحجار والسهل الغربية، مكاسب لفك العزلة عن هذه المناطق النائية توليها السلطات المحلية أهمية كبيرة. طبعا هذه المشاريع التنموية هي جزء من عدد لا بأس به من العمليات التنموية التي سجلت لفائدة هذه الولاية، لفائدة مختلف تجمعات هذه الولاية، والتي تتعلق أساسا بتحسين ظروف معيشة المواطن وتحسين المحيط طبعا. وسوف نتوقع إن شاء الله استلام مجموعة من المشاريع الأخرى. إذن هي مشاريع طالما انتظرها ساكنة هذه المناطق، واليوم تجسدت على أرض الواقع. هذا ما يعكس جهود الدولة للتكفل بانشغالات المواطن.